للمباراة التانية على التوالي الاهلي بيوقع قلب جمهوره، ودي حاجة ما اعتدهاش على الاهلي من بداية الموسم. فكرة انك تستقبل جولين في ماتشين ورا بعض دي ما كانتش بتحصل طول الموسم، لان الاهلي من بداية الموسم استقبل 4 اهداف منهم هدفين في اخر اسبوعين. تعالوا مع بعض نشوف ايه هي افكار كولر الهجومية والدفاعية، وهل لعيبة الاهلي نفذوها ولا لا. تابعوني عند صاحب الكورة وتحليل مباراة الاهلي وفاركو. تطبيقا للفكره اللي بيفكر فيها مارسيل كولر من بدايه الموسم وبيحاول انه يشتغل على تطويرها، هي الكونتاكت اللي بيحصل دايما ما بين الباك والوينج بالمنطقه اللي الاهلي بيطلع منها بالكوره. هنا هتلاقي محمد هاني وكريم فؤاد على خط طولي واحد، وهناك هتلاقي احمد عبد القادر عشان مش مشارك في الحاله فبيضم في القلب عشان يفضي مساحه لو معلول عايز ينطلق في الحاله الهجوميه. لما كريم فؤاد بينزل يستلم الكوره بيطلع مع الباك، ليه؟ عشان اسلوب الضغط اللي عامله فاركو، فبيطلع مع الظهير فبتتخلق مساحه في العمق. هنا المفروض ان اللي يستغلها هو اللاعب رقم 10 اللي هو مين في الجيم؟ اللي هو قفشه. لكن بمجرد ما سند كريم على اليو ديانج لعب الكوره، قفشه ما كانش اتحرك عشان يسرق المساحه، فما فهمش الفكره من البدايه، فبالتالي اتعطلت. لكن الاهلي سكت. لا، تعالوا نشوف نفس الكلام تاني. بناء الهجمه من الناحيه اليمين، يبقى هتلاقي الكونتاكت اللي حاصل ما بين الباك وما بين الوينج اليمين. كريم مجرد ما نزل سحب مع المدافع زي ما بقول لكم، بدا قفشه بقى يفهم الفكره وبدا يخش هو عشان يلم في المساحه بتاعه كريم فؤاد. ولما فشلت بان لعيب وسط الملعب او ارتكاز وسط الملعب نزل مع قفشه عشان ما يخلوش يستلم في المساحه، الاهلي لجأ للبلان بي اللي هي احمد عبد القادر اللي بيخش في قلب الملعب عشان يفتح مساحه لمعلول، بيتحط هناك في موقف فردي 1 ضد 1 يقدر طبعا يتصرف فيه. نفس الكلام الناحيه الثانيه، الاهلي هيخرج بالكره من الناحيه الشمال، يبقى هيحصل تلقائي سيمتريه. نفس اللي كان بيحصل في الجنب اليمين هيحصل في الجنب الشمال. علي معلول على خط طولي واحد معاه عبد القادر، سحب المدافع. بص برونو سافيو هنا بيتحول بقى من كونه مهاجم بيحن لمركزه كلاعب 10، بيطلب الكره في المساحه فبيسحب معاه المدافع. بص معايا الانتشار اللي هيحصل جوه منطقه الجزاء دلوقتي. عمرو السوليه بيسقط الكره، برونو سافيو هناك ساحب معاه قلب الدفاع فمفرغ عمق الملعب. تتلعب الكره تسقيطه لكريم فؤاد اللي بيضم هو في قلب الملعب كمهاجم صريح. الشق الدفاعي للاهلي واسلوب الضغط المميز اللي بيعمله الاهلي دايما بيكون في بدايات الجيم، تقريبا في اول 35 دقيقه من الشوط الاول. هنا قفشه نفس فكره برونو سافيو في مباراه المحله، نفس فكره مباراه فيوتشر، هي فكره واحده، نمط واحد الاهلي بيدافع بيه. قفشه هنا بيحاول ان هو يوجه الضغط عشان يخرج المدافع على الناحيه اليمين او على الطرف اليمين. فلاحظ معايا هتلاقي كريم فؤاد مع واحد، هتلاقي هنا محمد هاني مع واحد وطالع مع الراجل لوسط الملعب عادي، لانه كده كده متامن بظهره بمحمود متولي، وبيرحل ياسر ابراهيم في العمق، وهناك علي معلول ثابت. وعمرو السوليه دايما بيحاول انه يعمل عمق دفاعي في منطقه قلب الملعب عشان ما حدش يقدر يتحرك فيها. غير كمان انك بتضغط عالي ازاي او بتدافع ازاي في حاله بناء الهجمه للمنافس، لا ده كمان في تمركزات معينه لعيبه الاهلي بتعملها، وخصوصا لعيبه الوسط بتامن دايما الباكين، فما بقاش فيه يعني نوعا ما فكره ان المنافس يلعب في ظهر معلول وظهر الباك اليمين ايا كان هو مين. علي معلول هنا طلع عشان يفتك الكوره، ليه؟ عشان متامن وراه ياسر ابراهيم، بيرحل في القلب محمود متولي وبيضم معاهم كثالث محمد هاني. لكن هل الاهلي بيكتفي بكده؟ تعالوا نشوف. هنا الراجل بدا يخرج في المساحه بتاعت معلول وياسر ابراهيم مرحل معاه، فهنا موقف 3 على 3. بص ديانج من كونه لاعب وسط ملعب بينزل عشان يتمركز هنا كقلب دفاع عشان يقدر يعمل كثافه عدديه ويحمي المنطقه اللي ما بين محمد هاني ومحمود متولي. انتهت حلقتنا النهارده، اتمنى يا رب الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وفعلوا الجرس عشان كل فيديوهاتنا الجديده توصلكم.